اليوم غنديكم في وحده من اجمل الجولات في مدينه طنجه، من الازقه الضيقه ديال المدينه القديمه وريحتها التاريخيه حتى الاروع المقاهي اللي كتطل مباشره على البحر. غادي نكتشفوا الزوايا اللي ما كيعرفهاش الكثير، وغادي نعطيكم تفاصيل اللي ما غتلقاوهاش في مكان اخر. بقاو معايا من البدايه حتى النهايه باش نكتشفوا المدينه القديمه ديال عروسه الشمال مدينه طنجه. كتعتبر المدينة القديمة لطنجة واحد من أجمل وأعرق الوجهات التاريخية في شمال المغرب، حيث كتمتزج فيها الثقافة المغربية بالأندلسية والأوروبية اللي كتخلق واحد الفضاء نابض بالحياة وروح الماضي. وحنا كنتجولوا في ارجاء المدينه القديمه، اكيد كنصادفوا الكثير من المقاهي اللي كيستحقوا انكم تزوروهم. وغنبداو باول وحده هي اللي غادي نصادفوها اليوم، هي مسرح رياض السلطان، واحد المقهى اللي نالت الاعجاب ديالي بزاف وغادي تعجبكم انا متاكده. واللي غادي يعجبكم اكثر هو انها فيها الكونسوماسيون رخيص بزاف. هنايا كما كتشوفوا يعني غير الباب ديالها والدخله ديالها، شوفوا الديكور، شوفوا الرقي، شوفوا داك المزيج ديال الثقافه الاوروبيه مع المغربيه. واحد المقهى اللي كتعطيك واحد الطابع كانك رجعتي للزمن اللور. الجليسه هنايا ما شاء الله ما غاديش نوصف لكم، ضروري ما تجيو اذا جيتوا المدينه القديمه تجيو هذا المقهى وتجلسوا وتستمتعوا بواحد الهدوء اللي ما كاينش في حاله، صوت العصافير والهدوء اللي كيعطيك واحد الاحساس بواحد الراحه نفسيه. هنايا الكونسوماسيون، كاس ديال القهوه جو دورانج ثمن فقط 15 درهم، وهذيك الكيكه فقط 5 دراهم، واحد الثمن رمزي فقط، وكتستمتع باجمل جليسه في واحد المكان اللي جد رائع. بالنسبه لهذا المكان هو كذلك فندق، يعني ممكن انك تجي تدوز فيه بعض الايام، او ممكن انك تكتفي فقط تشرب شي حاجه هنايا. على بعد خطوات من المقهى غادي نخرجوا القصبه وغنشارك معكم المقهى الثاني اللي جد رائع، الاطلاله عنده حتى هي رائعه. كما كتشوفوا معايا كنشير لكم بهذا السهم، هذاك القوس غادي ندخلوا فيه هو هذا القوس. غنجبروا المقهى على يدنا اليمين، المقهى سميتها صالون بلو، عندها اطلاله حتى هي رائعه. زرتي طنجه او كتخطط انك تزور مدينه طنجه، ما تضيعش عليك فرصه انك تزور المدينه القديمه وتستمتع بهاد المقاهي وهاد الاطلالات اللي اكيد على البحر الابيض المتوسط، وكتطل على هاد ساحه القصبه وكتطل على المتحف الخاص بمدينه طنجه، حيث القصبه هي اعلى نقطه بالمدينه، عليها كتوفر هاد الاطلاله الساحره على مضيق جبل طارق وعلى الساحل الإسباني، وكتضم هاد الأبواب التاريخية وأبواب عتيقة. وأكيد متحف القصبة ما تنساوش تقوموا بالزيارة ديالو. إذا بغيتوا نشارك معكم المتحف خليولي في التعاليق نعمل معكم جولة في المتحف، لأن في الفيديو ما شاركت معكم المتحف. كما كتشوفوا هنايا دخلنا الإطلالة بانورامية على البحر وعلى مضيق جبل طارق، وهنايا ملي كيكون الجو صافي كتبان حتى إسبانيا. الجليسة هنا ولا أروع، هنايا ممكن تكتفي أنك تقوم بالتوقف ولو للحظات وتستمتع بهذه الإطلالة. كما كاينة هاد الكراسي اللي تابعة لبعض المقاهي الشعبية اللي كتقدم فقط بعض يعني شاي بالنعناع أو القهوة، وكاين بعض البائع المتجولين كيدوروا هنايا بعض الحلويات وداك الشيء التقليدي جدا. الجليسة ولا أروع، من بين أجمل الإطلالات في مدينة طنجة، وممكن تاخذ صور تذكارية هنايا. والواقع كما كنتقل معكم دائما في جميع فيديوهاتي، الواقع أجمل، داك الزروقة ديال البحر مع الخضورة المحيطة المطلة على هذا الشارع هذا اللي ديجا شاركت معكم. حتى هذا الشارع ديال مرقلة هو واحد الشارع جد رائع، ننصحكم أنكم تقوموا بالزيارة ديالو. غتلقاو أكيد فيديو في القناة شاركت معكم هذا الشارع اللي جا على لاكوت ديال مدينة طنجة، وأكيد كتستمتعوا بالمدينة بجميع يعني الأماكن ديالها. غتلقاو الكثير من الفيديوهات شاركت معكم ديال مدينة طنجة، غتلقاو بلاي ليست في القناة خاصة بعروسة شمال مدينة طنجة، ومع أهم الأماكن السياحية اللي كتستحق الزيارة، ومع جميع المعلومات والتفاصيل اللي متعلقة بديك الأماكن. وأي سؤال مرحبا في التعاليق كنجاوب كل شيء. هنايا غادي ندخلوا مع هذاك القوس مرة أخرى، يعني فين دخلنا ديك صالون بلو
وغنشارك معكم واحد المطعم اللي كلاس وصراحة مزيون بزاف. انا مازال ما دخلت له، ولكن عندي فكرة عليه. شوف بعض الصور ديالو اللي غنشاركها معكم هنايا. هذا مطعم فقط ماشي مقهى، وشوية الكونسوماسيون ديالو شوية زايدة. هنايا حنايا مازالين في باب بحار، مازالين في القصبة. هذه هي الإطلالة ديال هذا المطعم، تاخذوا فكرة. اسمه لا تيغاس دي لا ميدينا. هنايا غتلقاوه في وسط القصبة. وغنكملوا الجولة ديالنا في المدينة القديمة، وغادي ندخلوا في هذه الأزقة الضيقة اللي كطبعة واحد الهدوء وواحد الجمالية. كتلقاها في هذه الأزقة الضيقة، وأكيد النشاط والحركة كتلقاهم في هذه الأسواق وبعض الساحات. كتلقى هنايا موسيقى ديال الشارع، رائحة النعناع، وأكيد هاد الألوان ديال البيوت البيضاء والأزقة الضيقة جدا، وبعض المساجد اللي كيحكيو التاريخ العريق ديال مدينة طنجة اللي عندهم مئات السنين. بحال هاد جامع القصبة يتم البناء ديالو منذ 1674 بأمر السلطان مولاي إسماعيل. واكيد وحنا كنتجولوا في ارجاء المدينه القديمه، كنصادفوا بعض المحلات اللي كيعرضوا بعض الاكلات الشعبيه التقليديه اللي معروفه بهم مدينه طنجه، بحال هاد التشورو. انا متاكده غينال الاعجاب ديالكم اذا جيتوا المدينه القديمه. ما تنساوش تجربوا التشورو اللي كنقول له التشورو حنايا في مدينه طنجه. واحد القرمشه، واحد اللذه، واحد المذاق اللي كيرجعنا صراحه حنا الطنجاويين المذاق ديال الطفوله. كنلقاوه بزاف ديال المدن، ولكن التشورو بمدينه طنجه عنده واحد طعم خاص جدا. وغتصادف الكثير من محلات، بحال محلات العطارين ومحلات كيعرضوا الصناعة التقليدية بحال الجلود والفخار واللوحات الفنية والتحف. واكيد العبايات والجلباب والقفطان المغربي حاضر بقوه، غتلقاوه هنايا. وداك البصمه ديال الصانع المغربي مبصومه في كل قفطان وكل جلباب. بقيتي معايا حتى لهنا، اكيد الفيديو عجبك. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بواحد لايك واشترك في القناه باش يوصل لك كل جديد عن اجمل الاماكن اللي كتستحق الزياره في مغربنا الحبيب، سواء مدينه طنجه او في غيرها من المدن المغربيه. كنتي من عشاق السفر والخروجات واكتشاف اهم الاماكن السياحيه، ما ترددش انك تشترك في قناه سفيره باش يوصل لك كل جديد. هنايا غيكون الفيديو ديالنا اشرف على النهايه ديالو. شكرا للمشاهده، والى فيديو قادم بحول الله.